في 5 حاجات هقولهم لك. اول حاجه تتقي الله في امي. تاني حاجه تتقي الله في ابويا. تالت حاجه اخواتي لما يجولك هنا يلاقوا الخير بزياده. بسم الله. ايه ده؟ طعميه، بتنجان، جبنه، فول، بيض، خيار. يوم صباحيتي ماما لسه بترن. ايه يا ماما؟ هرسه. ايه يا ماما ده؟ يا ماما ايه اللي انت جايباه ده؟ اديهالي اديهالي. بالراحه يا محمد بس. الو. ايه يا حماتي؟ مفيش داعي يا حماتي، والله العظيم الخير كتير والتلاجة مليانة ربنا يبارك لك يا رب ويديك الصحة يا حماتي. تليفونك بالدنيا، تليفونك بالدنيا والله العظيم، وبنتك في عينيا. ما كانش فيه داعي والله التعب ده كله والله العظيم بجد. الله يبارك فيك يا حماتي. ماشي، مع السلامة. انا قلت يا ناهد، دي نعمة ربنا. واللي انا عملته مع امك ده، صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. ده نعمة، الحمد لله. ودي ممكن نستقل بيها تزول من وشنا مدى الحياة. صح. اللي انا عملته معاكي ده ومع امك انت استغربتي. طبعا. الدليل على كلامي اللي ديت نعمة. وانا لو عندي 1,000,000 جنيه الملياردير احكي لك قصة غريبة وهي حصلت، يمكن تفهمي كلامي وتوفر عليا كل حاجة. زمان كان ابويا كان قاعد مع واحد ملياردير، نفسه ياكل طعميايه من ديت، مش عارف. تخيلي عنده ملايين الدنيا دي كلها مش عارف ياكل اكله بسيطه. فهمتي؟ وصلت؟ وصل. مش كل حاجه الفلوس ديت هرضى بيها النهارده، ربنا يكرمنا في ليله صباحتنا زي ديت. انا مش زعلان اللي امك جايبه في يوم الصباحيه الصينيه ديت. انا عندي الصينيه ديت احطها على راسي واتمخطر بيها. على قد امكانياته وعلى قد ظروفها. ما حبيتش برضه تحرجك، بس انا لو مش ابن اصول كنت زماني دلوقتي اتصرفت معاك تصرف تاني. بس اسمعي يا بنت الاصول، في 5 حاجات هقولهم لك. اول حاجه تتقي الله في امي. تاني حاجه تتقي الله في ابويا. تالت حاجه اخواتي لما يجولك هنا يلاقوا الخير بزياده. رابع حاجه لما اجيب لك هديه في اي مناسبه تقبليها، مش عارف اجيب هديه غاليه. خامس حاجه والاهم تتقي الله فيا. ال5 دول تحطيهم في دماغك وتفتكري مش كل حاجه الفلوس، وانا رضيت بنصيبي، واللي امك عملته ده تاج على راسي. وصدقيني الاصول بتقول كده، ولا بط ولا فراخ ولا الكلام ده كله. كل دي مجرد ذكريات قديمه، بس افتكر الذكرى ديت. وامك ربت وانا خدتك من بيت راجل، دي كفايه. فهمتي اللي انا كنت عايز اقوله؟ فهمت يا محمد. ربنا يقدرني يا رب واشيل اهلك في عينيا
بصراحة أنا مش أنا مصدومة وفرحانة في نفس الوقت من كلامك ومن تصرفاتك. أنا لو واحد فعلا غيرك كان زمانه بهدلني وقلب الدنيا، وكمان كان ممكن طلقني. ابن الحرام، ابن الأصول اللي هيرضى. توكلوا على الله. وديت الحمد لله أحلى وأجمل صينية هاكلها في حياتي. الحمد لله، نعمة وده بحمد ربنا. الأصول بتقول إيه؟ نقسمهم الرغيف، وعلى فكرة اللي يسون اللقمة ديت، عشان كده قسمتها بيني وبينك. الأصول بتقول كده. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لما تيجي تختاري شريك حياتك لازم تدرسي الموضوع كويس، لان معظم الناس بيتعاملوا بالمظاهر، فهو لو اتعامل معاكي بالمظاهر سيبيه وامشي، انتي الكسبانة. يا رب تكون رسالتنا وصلت وخفيفة على قلوبكم، ودمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.